من غير بيض ومن غير زبدة هتقدري تعملي أحلى بسكوت لولادك بالتمر أو بالعجوة. قد إيه البسكوت ده يا جماعة سهل جدا في عمايله، لأنه بيتعمل دفعة واحدة. طلع معايا أكتر من رائع، بدون تعب ولا مجهود هتعمليه وتفرحي ولادك بيه. سهل جدا وبسيط وفعلا يستاهل منك التجربة. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، ونبدأ في الوصفة بتاعتنا. أول حاجة معايا كده نص كوباية من السكر البودرة، وكمان معايا هنا علبة من الزبادي بوزن 105 جرام، وكمان نص كوباية من الزيت، ونقطتين من الفانيليا. أظن المقادير بسيطة جدا وسهلة. عايزة أقولك في المرحلة دي لو حابة تبدلي السكر البودرة وتخليه سكر حبيبات مفيش مشكلة. لو عايزة تبدلي برضو الزبادي وتخليه حليب يبقى نص كوباية من الحليب بدل علبة الزبادي. كل ده في ايدينا، تبدلي زي ما انت عايزه. اخلطي كويس قوي لحد ما يوصل للقوام اللي انت شايفاه ده. بعد كده حطيت معلقتين كبار من الحليب البودرة، ومعايا كمان رشة من الملح. اخلطي كويس قوي قوي كل المكونات مع بعضها كده لحد ما تمتزج مع بعضها. بعد كده نزلت بالدقيق. الدقيق كان مقداره كوبايتين ونص من الدقيق، عليهم كمان معلقة صغيرة من البيكنج باودر. ابدأي بقى اخلطي كله مع بعضه كده. والاول انا بدات اقلب بالمعلقه عشان اشوف بس هتحتاج دقيق تاني ولا لا. لقيت طبعا ان هي كانت محتاجه، يعني هو مجموعه دي زي ما قلت لكم انا بنزل بيه بالتدريج، ما بنزلش بيه دفعه واحده. كان كوبايتين ونص من الدقيق. ابدأي عجيني كده باطراف صوابعك العجينه، هتلاقيه لحد ما تبقى العجينه معاكي لينه. انا مش عايزه العجينه تكون ناشفه علشان تقدري تفرديها بسهوله. شايفين ده القوام بتاع العجينه بتاعتي، تبقى ناعمه كمان زي ما انتم شايفين كده. جبت بعد كده نص كيلو من العجوة او عجينة التمر او الغرس، وبدأت كده ان انا حطيت عليها معلقة من السمنة، ويستحسن طبعا تكون سمنة بلدي، ودعكيها بيها كده عشان تبقى معاكي طرية في البسكوت. ونيجي بقى للشغل بقى بتاعنا. جبت صينية مقاس 30 في 30، وبدأت ان انا جبت ورقة من الزبدة وفردتها فوق الصينية، وبدأت بقى ايه ان انا اخد العجوة اللي انا عملتها معاكم دي، وفردتها على قد الصينية بالظبط على ورقة زبدة وشلتها على جنب. بعد كده رحت جايبة العجينة بتاعة البسكوت وقسمتها بالنص على نصين قد بعض بالظبط. خدت النص الاولاني برضو فردته على ورقة زبدة قد الصينية بالظبط وشلته. وبعد كده رحت جايبه بقى نقطتين كده من الزيت دهنت بيهم الصينيه بتاعتي، ورحت جايبه النص التاني من البسكوت وفردته بقى على طول مباشره في الصينيه من غير ورقه زبده ولا حاجه. ابدأي افردي كده لحد ما تملي الصينيه كلها. الصينيه دي اللي هيسأل 30 في 30. هتبدأي بعد كده ان انتي تحطي طبقة العجوة اللي احنا فردناها على ورقة الزبدة. حاولي بقى لو في فراغات ولا حاجة ما فيهاش عجوة ابدأي ساوي كده الدنيا وظبطي حالك. تبقى دي الطبقة التانية بتاعة البسكوت. وبعد كده بعد ما نظبط طبقة العجوة بتاعتنا دي، العملية سهلة جدا يا جماعة، مفيش اي حاجة. ولو حتى لو ما عندكيش ورق زبدة تفردي عليه، فانت ممكن تقطعي كيس تلاجة وتفردي عليه العجينة والعجوة عادي، مفيش مشكلة يعني، عادي يا ده يا ده. بعد ما خلاص ظبطت العجوة هحط بقى طبقة البسكوت اللي احنا كنا فردينها على ورقة الزبدة. برضو لو في حاجة باينة ولا حاجة ظبطي حالك كده. ابدأي بقى سكني الثلاث طبقات مع بعض كده ايه بالراحة لحد ما يستوي السطح بتاعها ويبقى شكلها كده متناسق وشكلها حلو. وكده خلص البسكوت بتاعنا بمنتهى السهولة والبساطة. بعد كده هنبدأ نجيب شوكة، وده شكل بس مش اكتر. هتبدأي تعملي كده شكل بالشوكة فوق البسكوت. طبعا انا بعمل كده ايه يعني بشكل عشوائي، بس طلع حلو بصراحة، يعني طلع شكله حلو جدا الشوكة مع البسكوت ده. تمام. خلاص خلصنا بقى الشكل بتاع الشوكة ده. طبعا اهم حاجة ان احنا نقطع البسكوت قبل ما ندخله الفرن، لان لو دخل الفرن من غير ما تقطعيه وتيجي تقطعيه بعد كده هيتكسر منك. فانت لازم تقطعيه قبل ما يدخل الفرن، لازم. بتعملي علامات كده وبتبداي تقطعيه عشان يبقى كله سوا واحد ويبقى كلهم قد بعض. انا عملت معايا تقريبا 36 قطعة. بعد ما خلاص قطعناه بالطريقة دي هندخله بقى على فرن سخن على درجة حرارة 180. هنشغل من تحت الاول، اول ما يستوي من تحت او تحس ان الاطراف بتاعته احمرت معاكي شغلي له الشوايه ياخد لون ذهبي خفيف كده من فوق زي ما انتم شايفين. بعد ما يطلع من الفرن مباشره اتكي كده على التقطيعات اللي احنا عملناها دي. وده كده شكلها من جوه قد ايه البسكوته ناعمه ودايبه ذوبان، فعلا تستاهل التجربه.